السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين جميعا. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة اكل حلو قوي. عارفين الاكل الحرش؟ تمام. انا هعمل لكم النهاردة الاكل الحرش. هعمل معاكم اكل حلو قوي وبسيط جدا. اكل كده يفتح النفس ومكوناته بسيطة جدا وعلى قد الايد جدا، هيعجبكم قوي. تمام. بس هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه معاكم. بس ما تنسوش قبل ما نشوف الفيديو، ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. بشكر تعليقاتكم الجميلة. وبشكر الناس اللي دخلت لي عندي في القناة جديد. ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة. تمام. النهارده هعمل معاكم الاكل ده. بصوا، اكل يفتح النفس قوي قوي قوي، ويومه هنقضيه مع بعض وان شاء الله هيعجبكم. تمام. هعمل ايه بقى؟ فول بطماطم. شايفين شكله حلو جدا جدا جدا. هعمل بتنجان قلياه وحط عليه من الدقه الحمراء دي وفلفل مقلي وبطاطس محمره. ده البتنجان اللي انا هعمله، ومقشره بطاطس اهو مقطعاها. تمام. وهحمرها عادي في الزيت. تمام. انا بقشرها وبقطعها كده وبغسلها كويس جدا وبرش عليها شويه ملح قبل ما احمرها، وبقلبهم مع بعض وبعدين بنزلها في زيت سخن. تمام. قطعت بقى البتنجان الرومي ده، قطعته بالشكل ده. تمام. وحطيت طاسه فيها زيت على النار، الزيت يسخن. هقلي البتنجان. خلاص الطاسه اللي هناك دي انا مولعه عين تانية، حاطه فيها البطاطس. خلاص كده. ان شاء الله هيعجبكم قوي النهارده. اكل حلو ويفتح النفس كده. وادينا بنغير في الاكل اهي. البطاطس اهي على النار. تمام. والبتنجان شغال هنا برضو معايا على النار. نقلت البتنجان على عين تانية، بحيث ايه ان انا ابقى شغاله في كله. خلاص. بقلي البتنجان اهو، بطلع في الصينيه دي والبطاطس على النار. جبت بقى حله. تمام. علشان اعمل الفول. الفول بالطريقه دي حلوه قوي قوي قوي. جميل يعني، هيعجبكم ان شاء الله. تمام. هنا الحلة بس سايباها تسخن معايا، وهحط فيها شوية زيت يسخنوا، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص كده انا شغالة كده يعتبر على البوتاجاز كله، يعني 3 عيون شغالين. عين عليها البطاطس بتتحمر، والعين اللي وراها عليها البتنجان بقليه، وبطلع في الصينية اهو على طول. والحلة دي هعمل فيها الفول. تمام. حطيت شوية زيت بعد ما سخنوا، مقطعة بصلاية صغيرة، مقطعها قطع صغيرة كده على ايدي. تمام. وهبتدي اشوح فيها شوية. البصل بس يدبل، بس مش عايزاه يغير لون. وهنزل بتوم مفروم. خلاص. التوم ده طبعا انا مفرزاه، يعني فرماه وعينيه في الفريزر. ان شاء الله اما التوم يطلع هنفرزه تاني مع بعض. هنا حطيت نص معلقة من التوم المفروم على البصل بعد ما دبل. خلاص كده. طبعا البتنجان بيتقلي والبطاطس بتتحمر، كله معايا شغال اهو. ايدي في هنا وهنا وهنا. خلاص. التوم بس يطلع ريحته كده. مجرد بس ما اشم ريحة التوم، انا مقطعة طماطم مكعبات. خلاص. مقطعها كده برضو على ايدي. هنا بس انا مستنية التوم، اشم ريحة التوم بس ريحته تطلع كده، ويبتدي معايا يبقى لونه ذهبي. خلاص. مقطعة بس طماطميتين مكعبات كده، هنزل بيهم. خلاص كده البصل تمام معايا والثوم. نزلت بالطماطميتين متقطعين، وهسيبهم يتسبكوا بقى معايا كويس. ان شاء الله الطريقة دي تعجبكم. والاكل النهاردة كان حلو جدا بصراحة. تغيير عن كل يوم. خلاص. هنا هي الطماطم معايا هي اتسبكت. هحط بس شوية ملح وشوية كمون. خلاص كده. حطيت معايا الملح الاول، وهنا شوية كمون اهو. يبقى انا عملت ايه؟ قطعت بصلايه صغيره مكعبات صغيره كده، ونزلت بيها في شويه زيت. بعد ما دبلت بس البصل، نزلت بنص معلقه توم مفروم. التوم بس طلع ريحته. وبعدين نزلت بطماطميتين مقطعاهم مربعات. نزلت بيهم بعد ما تسبكوا. حطيت ملح وشويه كمون،
وبعدين بعد كده هنزل بقى ايه بالفول. الفول ده انا جايباه من بره جاهز كده. ان شاء الله هدمس معاكم الفول قبل رمضان ان شاء الله. خلاص كده، لكن الفول النهارده انا جايباه جاهز مش مدمساه. خلاص كده، برضو البتنجان شغال معايا اهو، والبطاطس برضو معايا اهو بحمرها. اهو الفول اهو ده انا جايباه جاهز كده، هو عليه طحينة. خلاص نزلت بقى بالفول كده. طبعا دي خلاص يعني هو كده خلاص، هديله بس يغلي بس غلوة واحدة مع الطماطم ويتجانس مع بعضه، وهحط عليه ليمون. خلاص كده، هقلب بقى اديله تقليبة كده. جربوا طريقة الفول كده، حلوة قوي 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 ويفتح النفس. خلاص كده هعصر بقى عليه ليمونة. خلاص، وهو هيبقى خلاص كده الفول هيبقى تمام معاه. هنا بقى البتنجان بعد ما خلصته وطلع عندي بقى ايه العلبة دي فيها ايه بقى. العلبة دي انا بفرز طبعا الفلفل الاحمر، عارفين الدقة الحمراء انا عاملاها قبل كده معاكم في القناة الناس اللي متابعيني. الدقة الحمراء دي ببقى فرماها في الكبة او في الخلاط وحاطة معاها توم وملح وكمون وليمون وشوية خل. خلاص يعني هي الدقة كده جاهزة وبحطها في الفريزر. هنا انا مطلعاها اهو يعني فكة. وبحط بقى ايه على اي حاجة بصراحة بتبل بيها السمك بتبقى حلوة قوي برضو. اي تتبيلة بحط فيها من ده يعني. هنا انا بحط بقى بعد ما قليت البتنجان هحط بقى على وشه كده شوية من الدقة دي بتديله طعم جميل. او لو عايزة تزودي عليها ليمون بنزود عليها ليمون عادي. خلاص، ده شكل الفول ودي البطاطس المحمرة وقليت فلفل والبتنجان بالدقة. ان شاء الله الاكل بتاع النهاردة يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك، وعايزة تعليق منكم حلو، وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.